شوف النخبه دوك المنظرين ديال اليمين المتطرف، داك إيريك زومور ودوك المجموعه ديالو، ما سكتوش بالتزناد، ما سكتوش نهائيا بالتحريض ضد المهاجرين. العافيه شاعله هما ما سكتوش، انت وحنا نقدر يهضر معاهم. يعني انه راه كاينه بعض البصمات كتبين الناس اللي قاموا بالثوره الفرنسيه الماسونيه، كان فيها واحد الفرع خليه سميتها المتنورين. الا ما قريتوش الثوره الفرنسيه الحقيقيه راه ما يمكنلكش تفهم اشنو وقع في اوروبا وشنو حاليا كيوقع في فرنسا، وما يمكنلكش اصلا تفهم حتى المغرب النهار اللي نوض كيتناطح مع فرنسا اشنو دار. يعلم الله القوه اللي دبر عليها، ولا ما عرف فين لقاها، ولا ما نعرف كيفاش، انه باش لو الدرع مع فرنسا. حاليا كتشوفوا السياسيين بانهم ما سكتوش بالحقد ديالهم، وبقوا زايدين في التهديد، وزايدين في السب والشتم في المهاجرين وكذا، والعنصريه وما نعرف شنو هو، باقي زايدين، بمعنى انه حتى الكبده على الدوله ما كاينش، وكأنه شبكة لفيف متفق على شيء ما فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتناولوا ضروري الوضع في فرنسا، أساسي ومؤكد. اللي كيوقع في فرنسا راه نفس داكشي اللي كان وقع داك النهار في روسيا والفاغنر وداك الفضيحة وداك المصائب، يعني غادا تبقى التبعات ديالها واحد المدة طويلة. هادشي اللي كيوقع في فرنسا ايضا راه غادي يبقى التبعات ديالو لمده طويله، وغادي يبقى مسار تامل ومسار دراسات. هادشي اللي كيوقع حاليا احداث تاريخيه عندها ما بعدها، والاسباب ديالها عميقه. بالنسبه لهادشي اللي كيوقع في فرنسا غادي نتكلموا على الامور اللي هي معروفه ومتوقعه، نتيجة الغضب، نتيجة ديال يعني الضغط اللي العنصرية ديالهم، بزاف ديال الحوايج، انه حدث انفجار، الانسان بدا يضرب، بدا يحرق الى غير ذلك. ولكن غادي نتكلموا على واحد المجموعة ديال الاحداث اللي ملفتة للنظر. ودائما ملي كتنفجر شي ازمة سيروا المسائل اللي كتبان لكم ملفتة للنظر، او على الاقل قلبوا عليها، تما غادي تلقاو واحد الجزء كبير من الحقيقة. هادشي اللي وقع حاليا في فرنسا، التحليل السياسي. شنو هو التحليل السياسي؟ كيكون عندك واحد الحدث كتحاول ما امكن تفككو باش كتغوص الاهداف ديالو، باش تعرف الحقيقه ديال هاد الاحداث. لهذا شوف التاريخ ديال فرنسا ملي كانت في العهد الملكي، وشوف كيفاش تفرقعت الثوره الفرنسيه، وشوف المسار ديال فرنسا، وشوف كذلك حتى من بعد الحرب العالميه الثانيه وعندها الفيتو كيفاش المعامله ديال المنتظم الدولي تعامل مع فرنسا. على داك الشيء كنت كنقول انا بانه فرنسا مهدده بالانسحاب وبالسحب من داك المنصب اللي عندها ديال احد الخمسه الكبار اللي عندها حق الفيتو. راه ديما قاعد كنقولها، راه هذه عامين انا عبد ربه فاش توقعت سقوط الامبراطوريه الفرنسيه الا كتذكروا.
والنهار اللي المغرب كان كيتكلم على القضيه ديال الصحراء كنت انا من الاوائل كنقول اودي بانه راه المغرب ملي جا وجبد المشكل مع فرنسا كانت الاغلبيه وكان بعدا اللي كيتهكم كيقول لك فرنسا واش تعالى وهضر مع فرنسا خلينا من حنا ماشي فرنسا هما عندهم وحنا عندنا فين نوصلوا فين ما نعرف شنو هو اولا كيقول لك ديك السياسه الخارجيه ديال المغرب حنا ما نكذبوش على ريوسنا حنا كذا وكذا. وحتى دوزت شهور وشهور حتى جا الخطاب الملكي زدت اكدت قلت لكم ودي بانه اولا على الاقل خاطبت الناس اللي قلت لكم بانه العاهل المغربي ماشي حاجه وجبد مع فرنسا راه عارفه بانها بوحده من فرعنا وعارف بانه مع دوك الخمسه الكبار وعارف بانه عندها راه عارفه شنو كاين. كل ما توقعته ولله الحمد اصدق. ما عرف واش نقول ولله الحمد ولا غادي نقول للاسف، لانه حنايا الطبيعه ديالنا ما كنتمناوش انفجار الدول وانفجار الامبراطوريات وهادشي الحرائق اللي كيكونوا في العواصم ديال الدول العنصريه حنا ما كنتمناوش، ولكن راه كاين وقائع خصنا ندرسوها. يستحيل ان الانسان يقول انا محلل سياسي هو مثلا ما عنده حتى شي اطلاع مثلا بالتاريخ ديال شي ظاهره. شوفوا مثلا غير الكتوبه ديال ابن خلدون ولا المقدمه ديالو في ديال طلوع الدول وانحصار الدول وديك التطاحن ما بين الدول والامبراطوريات وكيفاش الدول كتضعف وكيفاش الى غير ذلك وطبقوها. حنايا مع ذلك باقي الى يومنا هذا باقي الانسان كيقول لك واش تي ودابا باريد شو دابا وعندها الغضب وعندها وهكا كيف ما كان الحال احسن من ماشي احسن منا سيدي لا والو ما كاينش احسن منا. حنا غادي نشرحوا لكم. وكاين حتى اللي هذا الشيء دابا اللي كاين دابا قاعد كيزوق وكيعكر بحال شي مرا شارفه قاعد كيعكر. مثلا كيقول لك شنو السبب ديال هذا الشيء؟ السبب ديال هذا الشيء هو السياسات ديال الفصل العنصري. هذه واحد السياسه اللي فرنسا خصها تراجع فيها وبالسلامه سبحان الله. ديك السياسه منين جايه؟ وديك النهار عاوتاني بديك الفوضى اللي كانوا داروا هذوك السترات الصفر اللي رونوا الدنيا، وديك النهار عاوتاني الحرب الشوارع اللي داروها اصحاب التقاعد والمتقاعدين عاوتاني لا هذيك النتيجه ديال السياسه. وهذيك منين جاي داكشي؟ ماشي جاي النتيجه ديال افكار وقيم حكمت الثوره الفرنسيه وباقا كتحكم فرنسا ومن فرنسا تعممات في الدول الغربيه. هذا الميز العنصري وهذا الاستعمار، السياسه ديال الميز العنصري والسياسه ديال الاستعمار والسياسه ديال بانه اوروبا الحديقه وباقي اوروبا بانها الغابه وبانه الانسان الابيض هو المتفوق هو السامي هو العرق النقي وما دونه بانه العرق الدوني. هادشي كله منين جاي؟ هادشي كله منين جاي؟ ماشي النتيجه ديال قيم اللي سوقوها لنا قالوا لنا بانها عالميه عتنفع بنادم كله غير قبلوها. ودك كتعقلوا على داكشي ديال الثوره الفرنسيه الشيعة يولد الناس احرارا الاخوه المخاواه المكاداء كذا. شنو النتيجه؟ هادشي كله هادشي اللي كاين دابا في فرنسا منين جاي؟ علاش المثقفين ما كيصرحوش الناس؟ الاغلبيه ما غاديش نقول الاغلبيه. علاش قاعدين كنلاحظوا بانه دول في طريق الاندثار والانفجار وفي التشتت، ودول وصلت للحضيض ودول وصلت للقحط صافي بسبب المبادئ ديالها. اخرها بانها هي كشطات حيدت من الزواج تقريبا منعته، فرضت على الانسان هذا الشيء ديال ماشي فرضت عليه ولكن على الاقل فتحت له ابواب السماوات والارض. هذا الشيء ديال المثليه، المخدرات، بانه الابناء اوبليجي خصهم كذا، وبدات القوانين كلها كتضغط انه الاسره ما خصهاش تبقى، وبانه من بعد 21 ولا 30 جيل خليها مفدنه. هادشي هما جابوه المبادئ ديالهم وها هما كيجنيو النتيجه ديالهم بان اوروبا من بعد 20 30 عام ما غادي تلقى لا اخ لا اخت لا مم لا بابا مفدنا قاعده غاده. يعني انه اوروبا النهايه ديالها هي هذيك ملي سالاو عطاوها السم القاتل ملي قضاو بها الشغل وسالاو. وحنا ديما كنقولوا هذا الشيء. كنقولوا بانه الحرب العالميه الاولى كانت امريكان والمسائل كانوا كيلعبوا في الخريطه كيف بغاو. وكنا قلنا في الحرب العالميه الثانيه عاوتاني نفس القضيه الولايات المتحده الامريكيه عن طريق
عن طريق الشركات متعدده الجنسيات ودوك الفروع ديال روتشيلد، وعن طريق كبار الشركات، وعن طريق هي اللي كانت كتخربق في الخرائط، ما داها فينا حد. وكنا كنقولوا بانه دوك الخمسه الكبار راه ما كيعينوش هما الكبار، راه الكبير الواحد اللي كان ديك الساعات كان هو امريكان. بريطانيا وفرنسا هذيك عاد زادت بها الولايات المتحده ملي طلعوا شكون هما الرابحين، قالت لهم زيدوا قدامي، حيت ما تقدرش تريح هي بوحدها قدام الاتحاد السوفيتي. هادشي كله كنا كنقولوه، وكنا كنقولوا مازال بانه اوروبا من بعد الحرب العالميه الثانيه فيترينا صايبتها الولايات المتحده الامريكيه. غرقت اوروبا في الديون الحرب العالميه الاولى وديك الحروب، وغرقتها في الديون الحرب العالميه الثانيه والحروب، وغرقتها في الديون ديال مخطط مارشال من بعد ما سالت الحرب العالميه الثانيه. وبديك المخطط ديال مارشال عاوتاني حرماتهم باش ياسسوا الناتو، باش ياسسوا كل دوله تاسس الجيش ديالها، قالت لهم حنا غادي نديروا الناتو انا هي مولاتو. حرماتهم يديروا قوه عسكريه خاصه، حرماتهم يديروا اقتصاد خاص، حرماتهم يديروا كل شيء خاص. اوروبا وحنايا اوروبا هي بحال واحد استوديو، حنا عند بالنا بانه تما الزمن وقف. واحد الساعه جات صافي هبطوا الريدو بان اوروبا ملي سالاو كامله شتوا عليها هاد القوانين ديال ممنوع تاسس اسره. ما ممنوع تاسس اسره، وما معنى بانه البنت 12 عام خصك تفرض عليها التعرى، وما معنى بانه الراجل ولا المراه الا داروا زواج ديني بانك خصك تشلضوا تقطعوا باش تدعروا باش ما معنى هذا الشيء كله؟ معنى هذا الشيء كله بانه ما يبقاوش مواليد، وإلا كانوا مواليد غادي يكونوا غير مواليد ديال خارج القوانين وخارج. شنو معنيتها هذه؟ معنيتها هذه انه النمو الديموغرافي ما غاديش يبقى، وهذوك اللي غادي يبقى غيكونوا واحد المجموعه ديال القطعان غادا هكا وصافي، ما كاينه لا امه ولا كذا ولا هم يحزنون. هادشي اللي وقع في اوروبا كنا قلناه. الاصل ديالو فين بدا؟ الاصل ديالو بدا في الثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه انا كنقولها وكنعاودها، ويستحيل ان الانسان يفهم اش وقع في فرنسا. كنقول يستحيل، او على الاقل تقريبا يستحيل تفهم اش وقع في فرنسا الا ما قريتيش الثوره الفرنسيه. والثوره الفرنسيه اللي بغى يقرا الثوره الفرنسيه ماشي داكشي اللي مكتوب في المناهج ديال التعليم وداكشي ديال الثانوي. كان الشعب فيه العمال وفيه النبلاء وفيه الملك لويس ما عرف شكون هو، والشعب تضرر والازمه فقامت ثورات. فلا لا 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 لا، هذاك التاريخ السطحي، هذيك التاريخ اللي كيأرخ الناس اللي كيكونوا غير فوق الخشبه. التاريخ الحقيقي وهو انه الناس اللي قاموا بالثوره الفرنسيه الماسونيه كان فيها واحد الفرع خليه سميتها المتنورين. الا ما قريتوش الثوره الفرنسيه الحقيقيه راه ما يمكنلكش تفهم اشنو وقع في اوروبا وشنو حاليا كيوقع في فرنسا، وما يمكنلكش اصلا تفهم حتى المغرب النهار اللي ناض كيتناطح مع فرنسا اشنو دار. يعلم الله القوه اللي دبر عليها ولا ما عرف فين لقاها ولا ما نعرف كيفاش انه باش لو الدراع مع فرنسا. وملي كنقول انا الثوره الفرنسيه راه كاينه واحد الفيلم مدبلج كيأرخ الثوره الفرنسيه، يعني مدبلج فيه تاريخ حقيقي. Peuple de France, le roi des Français. الاوروبيين هما الوالة، هضروا على هذه الحقائق وتفرجوا فيها ووعاوها وبحثوا فيها وسجلوا وثقوا. الاوروبيين هما الوالة، باش تعرفوا بانه الثوره الفرنسيه دارت لوظيفه ما. الثوره الفرنسيه الهدف ديالها كان هو العلمانيه، فصل البشر كله الفصل ديالو على الخالق وعلى الدين وعلى اي حاجه. ملي كتفصلوا على كل شيء وعلى جميع السلطات كتبقى دير به اللي بغيتي. علاش؟ لان كيقول لك اللي ما عندوش اله ديالو، اللي ما عندوش اله كينورو وما عندوش يعني عنده واحد العالم الاخر كيامره وكينهاه وكيجدد له حياته وكينقي له المجتمع. اللي ما عنده والو خلقوا الاعلام هو اللي غادي يعلمه، هو اللي يربيه، هو اللي يلعب به.
قراو بروتوكولات حكماء صهيون، قراو يعني التاريخ الحقيقي باش نفهموا الامور. اللي ما فهمش هادشي غادي يبقى دائما مشتت. قراو هاد الكتب هادو مثلا الغريب في الامر انه كتبوها الاوروبيين. ملي بدات هاد الكتب كتسرب وبدا كيتوصلوا بها العالم الثالث وبدات كترجم في ديك المرحله ديال العشرينات والثلاثينات والربعينات، شتوا البنادم ديك نظريه المؤامره باش يترشوه على الحقيقه. يعني كيقولوا البنادم اللي فكر في شي حاجه اخرى انت فيك عقليه المؤامره ولا فيك كذا. شنو هي فيك عقليه المؤامره بعدا؟ شنو هي؟ يعني الثقه بداك الشيء اللي كنزلوا لك انا في التلفزيون في المسرح فوق الاحداث، وإلا ما تقتيش به اذا انت فيك شي حاجه، علما بانه العالم كله غادي بالتآمر وداك الشيء ثابت بالحجه والدليل الى غير ذلك. انا نعطيكم غير مثال دابا حاليا، وسمحوا لي الاخوه ربما شويه ملت على الموضوع. هذا المشكل ديال الاحداث كيكون عندها ظاهر وباطن، وهاد الاحداث اللي خدامه دابا حاليا راه لاحقا غادي يبانوا الاسرار ديالها. وحاليا كاينه بعض الاشارات. شكون اللي كيلتقطها اللي ديجا عارف بانه التاريخ ماشي هو داك الشيء انك كتحصر المسائل اللي هي فوق الخشبه. التاريخ راه كاين ظاهري وكاين التاريخ الباطن. التاريخ راه كاين التاريخ اللي هو علني وكاين التاريخ اللي هو سري. هذه خصنا نديروها في البال ديالنا. واوروبيين كثارين ومفكرين نزهاء كيقول لك خصنا نعاودوا نكتبوا الكتابه ديالنا. نعطيكم غير مثال. دابا حاليا في فرنسا لاحظت واحد كيف قلت لكم انايا، هاد الاحداث اللي وقع راه فيها شي اشارات. كاين الامور اللي هي منتظره، مثلا ان بنادم كاينه مظاهرات، كاينه كيبدا يهرس، يبدا كذا، يبدا يحرق، يبدا يفرشخ، يبدا يدابز مع المخزن، يعرض يدير التروطوار مثلا في الشارع، يدير هذه منتظره. ولكن راه كاين واحد مجموعه الاشارات كتبين بان راه هادشي اللي كيوقع في فرنسا، بان راه الامور بان راه داكشي كاين بصمات. اولا السرعه ديال الانفجار والطريقه ديال الانفجار وانتقال النيران من مدينه لمدينه. ثانيا غتلقاو الصحافه الفرنسيه. انا باش قلت لكم انا بنادم على الاخوان يرد البنادم البال مزيان وقراو الثوره الفرنسيه والدور ديال الماسونيه وشوفوا داك الفيلم اللي كيبين التفاصيل ديال الثوره الفرنسيه كيفاش قامت. راها كانت خطه وطبقات، والدليل انه في الثقافه اللي كان يجيب لنا الله اننا حنايا واعرين في الثقافه، كيقول لك بان الثورات كتقوم النتيجه ديال سوء الاوضاع او النتيجه ديال صراع طبقي او النتيجه ديال الى غير ذلك. فرنسا قامت فيها الثوره في 1789 وفرنسا هي الدوله والقوه رقم 1 في العالم. باش تعرفوا بانه الثورات راها مصنوعه. النهار فاش قامت الثوره في روسيا 1917 قامت روسيا القيصريه اقوى بلد. 1917 في روسيا فاش قامت فيها الثوره. وهاد الثورات كاملين هما كيعترفوا بها في هاد الثورات كاملين. هاد كان كتبهم ويليام جايكار، ضابط كندي كان في البحريه الامريكيه، على تنظيم المتنورين. تنظيم المتنورين قال لك حنا اللي درنا الثوره الفرنسيه والبولشوفيه والثوره الانجليزيه والثوره الامريكيه والحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، ونديروا الحرب العالميه الثالثه. الثورات كلهم كيتصايبوا، وحنا خلاونا بداك الوهم ديال كلشي كيحلم بالثوره. وهذا وشتوها في العالم الثالث وخلاو الدول بنادم في مجرد كيوصل 13 14 عام كيف ما بغى يكون الواقع ديالو كيفكر حتى هو في التمرد وفي الثوره. لا خصنا نديروا الثوره، هي ما عمرها قامت بشي ثوره الا اللي كيقبلوها هما انها خصها تكون. وزرعوا هذه المبادئ وهذا الشيء ديال التوريه ما التوريه باش يخليوا جميع الحكومات تعاني الانهاك. جميع الحكومات في صراعات دائمه ما بين الحاكمين والمحكومين. المهم هذا واحد الموضوع اخر. قلت لكم دابا مثلا في باريس كاينه ملاحظات غير عادي. منها هذه السرعه ديال انتشار الحرائق، منها الحرائق
الحرائق أمس سمعت بأنه الذي يقوم بها هم العناصر اليسارية اندست وسط الشباب، العناصر اليسارية، النيران، ثم الأعمال ديال التخريب والتدمير. الأعمال ديال التخريب والتدمير كتعرفوا اليسار هو اللي فيه العنف الثوري، بمعنى أنه تم استغلال انتفاضة ديال الشباب واليافعين من أجل أنه اندس عدد من الفرنسيين المؤطرين، وهذا أمر غير عادي. الشيء الثالث، الإعلام الفرنسي واحد الجزء كبير ديالو شفناه البارح خرج بلهجة وحدة، كيقول لك جميع العناصر اللي كيتم الاعتقال ديالها كلها صغيرة السن، كلها صغيرة السن، صافي مبردين الشغل، وما عندنا ما نديرو هذوك على الدراري الصغار، وما عندنا ما نديرو هذوك على الدراري الصغار. وهذا كيذكرنا بالدور اللي لعبوا الإعلام في الثورة الفرنسية. في الثورة الفرنسية كان الإعلام مشري من طرف المتنورين الفلوس. كانت واحد ديك الساعات الشخصية ربما كان سميتو دانتون. الإعلام حاليا صافي وطالق الأمور. ماكرون مشى كيحتفل وقصر هو ومراته في شي مناسبة وكيتصنتوا نسيت واحد الفرقة الموسيقية كأنه ماشي هنا. يعني إلا لاحظتوا السلوك الفرنسي، السلوك ديال الدولة ملي كيكون حدث بصح مفاجئ، راه كتشوفوا كلشي على الأعصاب ديالو، ما كتشوفوش هاد المناظر. ولكن حاليا شوف النخبة دوك المنظرين ديال اليمين المتطرف، داك إيريك زومور ودوك المجموعة ديالو، ما سكتوش بالزناد، ما سكتوش نهائيا بالتحريض ضد المهاجرين. العافية شاعلة هما ما سكتوش، وتا واحد ما قدر يهضر معاهم. يعني أنه راه كاينه بعض البصمات كتبين هادشي اللي وقع في فرنسا. كيبان لك اولا بعد كاينه ماكرون كيبان لك بانه فقد السيطره، نفس الحاله اللي كانت عليها فرنسا في الثوره الفرنسيه. كانت الدوله فيما كتبغي دير شي حاجه كتهرس ليها بالعربيه، خلي الامور كما هي، واي اجراء كانت كديروا الدوله كتجبر بانه هذاك الاجراء صدقوا ليه وبانهم سدوا عليهم الباب. كان ديك الساعه لويس 14. وفي الثوره الفرنسيه كذلك راه كان البيع والشراء في الدمام، البيع والشراء في الدمام، وكانت خيانات وكانوا سياسيين وكان حاليا كتشوفوا السياسيين بانهم ما سكتوش بالحقد ديالهم، وبقوا زايدين في التهديد وزايدين في السب والشتم في المهاجرين وكذا والعنصريه وما نعرف شنو هو، باقا زايدين، بمعنى انه حتى الكبده على الدوله ما كاينش، وكانه شبكه لفيف متفق على شيء ما فيما بعد. الأمم المتحدة دارت توصية قالت لفرنسا بارك علينا من ديك العنصرية. الأمم المتحدة هذه راها البداية ديال القصة غادي تعاود كيف ما تعاودت، كيف ما طبقات القصة ديال هتلر. هتلر توجدت له الظروف من بعد الحرب العالمية الأولى باش النهار اللي غادي يطلع ما يمكن له الا يدير داكشي اللي دارو، وقاعد هو كيصيغ الافكار ديالو النازيه والعنصريه وكتب كتب 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 كتب، والعالم المتقدم المتحضر كله كيتفرج فيه. هذا المنظر كيذكرنا بهاد السياسيين اللي دابا باقا زايدين. لا كان هادشي في شي دوله عربيه ولا شي دوله العالم الثالث، شوفوا واش يقدر شي سياسي يقول شي حاجه كانوا قرقبوا عليه بانك كدير
الطابع النازي، وبانك كتأجج الاوضاع، وبانك كتحرض على الحريق، وكتحرض على الامن، وكتحرض على الشغب، وكتحرض على اسقاط الدوله، وكتفعل وكتترك وكدير الصمت اللامط حد ما يهضر صافي كلشي. ولكن حنا كنشوفوا بانه كانها مسرحيه مصايبه كلشي معدل. كي سولني احد الاخوان والاخوات قال لي ودي كيفاش داكشي ديال دور الاستخبارات الجزائريه مع الاستخبارات الجزائريه في هذا الشيء. طبعا لان ملي كيكون تواطؤ ديال حركات سريه او لوبيات او لا قوى، ملي كيكون تواطؤ ما تحارب ليهمش. زائد غير بوتين قلب شحال غادي تلقى واحد تابع له في الاستخبارات في الجزائر. ثالثا بالنسبه للناس اللي كيخطوا راه مصلحتهم يثبتوا اليد الموسخه ديال الجنرالات في هادشي ديال فرنسا. علاش؟ لانه باقي عندهم الشغل عاوتاني في الجزائر. اذا انا عطيتكم غير واحد المجموعه الاشارات الاخوان. انا عارف بان هذه الحلقه ما عطيتش داكشي مركب، لانه عطيت غير بعض الاشارات. علاش؟ غير باش تردوا البال لهادشي ديال الاعلام، ويبقى يصايب لك واحد الاعلام. يعني الانسان يخدم الدماغ ديالو، يبقى يصايب لك واحد القويميله وينزلها لك مصايبه. لا، خدم الدماغ ديالك. كنتمنى من الاخوان والاخوات هذه المجموعه ديال الافكار يستافدوا منها. قدمتها بشكل مرتجل واعتذر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.